مساء الورد عليكم، كل سنة وانتم طيبين يا متابعين يا عسل. النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل بقى العاشورة. انا عارفة ان هي هتنزل لكم متأخرة شوية، بس معلش حقكم عليا. يلا بقى هنبتدي. معايا هنا نص كيلو وهنا معلقة رز نقعتهم. انتوا لو كفاية ساعتين. انا قبل ما انزل رحت الشغل نقعتهم وحطيت مية على النار تغلي، لتر مية. تعالوا بينا يلا. يعني الميه بتغلي وده لتر ميه، وهنزل بقى القمح بتاعي كده. معلقه الرز دي بترفع قيمته الغذائيه وبتخليه عارفين فيه نشا كده، مش بيحتاج لنشا. نقعته كل كوبايه لوحدها. بعدين بقى عشان ما تبقاش معايا ميه كده وملهاش طعم، هحط بس معلقه سكر وهقفل عليها لمدة حوالي ربع ساعة لتلت ساعة كده، وبعدين هرجع لكم تاني. بصوا ما شاء الله اللهم بارك كده بقى الحباية. انا بقى مش راح جاية بقى مغطياها وقافلة عليها وسايباها بقى في ميتها. عايزة اقول لكم ان انا نقعتها لحد ما هي طريت ونفشت كده معايا. بصوا ما شاء الله اللهم بارك كده بقى. بعد ما بردت شويه، انا بس ممكن تاخدوا يعني شويه كده من نصها. انا بس مش هضربها ضرب، انا بس هنعمها كده نص تنعيمه كده، شويه منها بس مش كلها. عايزه اقول لكم ان ما شاء الله اللهم بارك الرز نزل النشا بتاعته وخلاها اصلا مش محتاجه النشا، وكلها كريمه ما شاء الله تبارك الله. يعني بصوا من غير اي حاجه، هي اصلا بصوا قوامها تقيل من غير ما نحط نشا ولا اي حاجه خالص. نص كده ضربه كده. بصوا ما شاء الله ضربتها كده، يعني يعني شويه كده منها ومش نعمتها جامد، يعني حاجه بسيطه كده خالص. وبعدين بقى هنزل هنا بلتر لبن، هنا بالقشطه بتاعته جايباها اصلا من البلد ما شاء الله تبارك الله. بصوا حتى لو عملتوه باللبن اللي هو المعلب ده، عايزه اقول لكم ان هو هيبقى حلو جدا معاكم وهيبقى كريمي وجميل جدا. انا بارك. وانزل بقى بحطه بيكنج باودر، قصدي بيكنج باودر ايه بس اللي انا بقوله ده جوز هند، هيبقى ريحته حلوه جدا، او مواد حسب ما انتوا بتحبوا يعني. وارفعها بقى على النار كده بقى. حطيته على النار وهنزل ليها بكوبايه سكر. هو كوبايه سكر بتكون حلوه عليها عشان ما تكونش مسكره قوي. انتوا طبعا السكر تقدروا تظبطوه زي ما انتوا عايزين. حطها على النار وهجهز لها بقى الخطوه التانية. هنا بقى هنزل بمعلقتين كريم شانتيه، وهنزل معلقتين لبن بودره، معلقتين نشا، كل حاجه معلقتين. ولو انتوا مش حاجه موجوده انتوا ممكن تقدروا تستغنوا عنها عادي. عايزه اقول لكم ان انتوا اصلا مجرد بس ما تضربوا بس يعني شويه كده منها، هي بتكون عملت قوام وبتكون حلوه جدا وتتاكل كده. دي كلها حاجات بتعزز الطعم بس مش اكتر. واضرب بقى المكونات دي كلها في بعض. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا غليت وعملت الفقاعات دي، اتاكدوا ان هي غليت. عايزه اقول لكم بصوا هي اصلا قوامها تقيل من غير اي حاجه خالص ما شاء الله اهي. بصوا ما شاء الله. بصوا حتى المعلقه، حتى لو عملتوها من غير اللبن اللي هو يعني اللي فيه قشطه ده، هتطلع معاكم برده جميله جدا. بصوا بقى على نار بقى هاديه، ايديكم بتقلب وتنزلوا بقى بالقوام اللي احنا عملناه ده عشان ما تكلكعش معاكم. بصوا بعد بقى ما حطيت القوام اللبن بقى مع الكريم شانتيه مع القشطه، لازم تتاكدوا برضو ان هي غليت كده ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان انتم ممكن تحطوا جوز هند صحيح زي بقى ما انتوا عايزين. بصوا قوامها كريمي ما شاء الله وجباره. تقدروا مش تعملوا نص كيلو، تقدروا تعملوا ربع كيلو بس وهيعمل معاكم كميه حلوه جدا. يلا بقى نغرفها في اطباقنا الجميله. ما شاء الله اللهم بارك.
هبتدي بقى اغرفها في الاطباق الجميله دي. نزلوا بقى لجيرانكم وحبايبكم واعملوا بقى، عيشوا حياتكم. احلى طبق عاشوراء. كل سنه وانتم طيبين ودايما بصحه وسلامه يا رب، ويعود علينا وعليكم الايام بخير. ولو وصلتم لحد هنا متنسوش بقى تحطوا لي لايك بمناسبه اليوم الجميل ده، يعني هشحت اللايك بعد كده يا جماعه. يعني جميله ما شاء الله، اللهم بارك. خطيره ومفيده جدا للولاد. وبصوا تتحط بقى في الثلاجه وتاكلوها ساقعه مشبره كده، حرفيا خطيره. تقدروا بقى تحطوا عليها مكسرات بقى من فوق كده تزينوها. ايوه عليكي يا ماما. ايوه طبلي لي. الطبقات، شوفوا الطبقات. طبلي لي يا رورو، طبلي لي. الطبقات شوفوا الجمدان، شوفوا. تحط عليها مكسرات، تحط عليها اللي بتاع اسمها ايه تدخل دي؟ بقى التلاجة كده. احنا في الشتاء طبعا ممكن ناكلها الله ما تنسيش سخنة. تحط لايك. تاكلوها بقى في الشتاء سخنة، لكن احنا عشان في الصيف ناكلها بقى ساقعة. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا انا بقى لقيت عندي كريس كده، حطيت لكل واحد من الولاد. انتم طبعا لو عندكم بقى مكسرات تقدروا تحطوا مكسرات. وبصوا يعني هي عملت وش، بصوا ما شاء الله اللهم بارك، خطير. انا فعلا دقناها تحفه تحفه، ونزلت الجيراني كمان، وبألف هنا وشفا عليكم. يا جمال يا حركاته يا تكاته. بصوا تحفه، حرفيا تحفه. انتوا لسه ما جربتوش، لسه ما رحتوش، يلا بسرعه مستنيين ايه؟ بصوا جميل. بصوا الوش يا جماعه، انا عايزه اوريكم بس. بص 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 بص، عملت وش كده خطير حرفيا. دوقيني دوقيني تحفه. دوقيني يا رورو ما انت لسه ضايقه. لا، ما دي بقى عليها لبن. عليها لبن؟ ما هي كلها عليها لبن من اول. حلوه تحفه. ما شاء الله. بصوا يا جماعه رورو كمان، ورأي رورو مهم جدا عندنا في البيت بالنسبه للاكل. واو واو واو. اللايك بقى يا جماعه، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عندي. لايك 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 وصفات كتيره، واشتراك وفعلوا الجرس هيوصلكم كل جديد. اتفضلي يا رورو. باي باي.